أهلا بكم معنا في تحليل اليوم، تحليل خاص ومميز نفتح فيه ملف منتخب المغرب ونتوقف عند الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه هذا الجيل الاستثنائي. إنجاز لم يأتي من فراغ ولم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة عمل طويل وتخطيط دقيق وتضحيات كبيرة داخل وخارج أرضية الملعب. سنغوص معكم في تفاصيل هذه البطولة ونفكك عناصر النجاح ونكشف كيف صنع هؤلاء النجوم مجدا كرويا سيظل محفورا في ذاكرة الكرة المغربية والعربية لسنوات طويلة. في تعليق لافت قيلت عبارة لخصت الحكاية كلها باختصار بليغ ومعنى عميق: نجوم من ذهب يطمحون لكتابة تاريخ من ذهب. عبارة لم تكن مجرد كلمات شاعرية، بل كانت توصيفا دقيقا لما حدث على أرض الواقع. مجموعة من المواهب الفذة، كل واحد منهم نجم في فريقه، اجتمعوا وتوحدوا على قلب رجل واحد، ذابوا في القميص الوطني وتركوا كل الفوارق جانبا، وكان هدفهم واحدا لا يقبل المساومة: صناعة التاريخ ورفع راية المغرب عاليا. وقبل أن نبدأ في تفاصيل التحليل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب وترك آرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، لأن تفاعلكم هو الدافع الأكبر لنا للاستمرار وتقديم محتوى يليق بكم. والآن فلنبدأ. أول الأساسيات في أي فريق يطمح للتتويج بالألقاب الكبرى هو الدفاع. فالهجوم قد يمنحك الانتصارات، لكن الدفاع هو الذي يمنحك البطولات. ومنتخب المغرب قدم في هذا الجانب نموذجا يدرس في التنظيم والانضباط. تخيلوا معي هدف واحد فقط استقبله المنتخب طوال البطولة، ولم يكن من لعب مفتوح أو خطأ تكتيكي، بل جاء من ضربة جزاء. رقم صادم وإحصائية تختصر صلابة المنظومة الدفاعية بأكملها، لدرجة أن المحللين أطلقوا عليها لقب جدار برلين المغربي. في قلب هذا الجدار كانت هناك صخرة حقيقية، صخرة أنيقة. نتحدث هنا عن نايف أكرد، المدافع الذي جمع بين القوة والذكاء وبين الصلابة والهدوء. لاعب يقرأ اللعب قبل حدوثه، يتمركز بذكاء ويخرج بالكرة بثقة، في مركز غالبا ما يربط بالقوة والخشونة فقط. وإلى جانبه كان آدم مسينة، صاحب البنية البدنية القوية والحضور الصلب في الالتحامات. هنا رأينا توليفة مثالية: هدوء وأناقة أكرد مقابل القوة البدنية والصلابة الذهنية لمسينة. ثنائي أغلق كل المنافذ وأفشل أي محاولة اختراق من المنافسين. قوة المغرب لم تتوقف عند العمق الدفاعي فقط، بل امتدت إلى الأطراف، حيث لعبت الأجنحة دورا حاسما هجوما ودفاعا. وهنا نتوقف عند قصة ملهمة بطلها أشرف حكيمي، لاعب بدأ البطولة وهو يعاني من الإصابة، يلعب بأقل من كامل طاقته البدنية، لكنه لم يستسلم. بالإدارة الفنية الذكية وبفضل عزيمته الكبيرة عاد تدريجيا ليصبح أحد أعمدة الفريق الأساسية. دموعه في النهاية لم تكن دموع فرح فقط، بل كانت اختصارا لمسيرة كفاح وتعب وإيمان وروح جماعية عظيمة، حتى أن بعض المحللين قالوا إن وجود حكيمي في الملعب يجعلك تشعر أن المغرب يلعب ب12 لاعبا لا 11، لما يقدمه من مجهود هجومي ودفاعي متواصل بنفس الجودة. وعلى الجهة الأخرى كان نصير مزراوي جوكر الفريق الحقيقي، لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، ويؤدي دائما بنفس المستوى العالي حتى عندما يطلب منه اللعب خارج مركزه الأصلي. مزراوي جسد مفهوم اللاعب العصري بامتياز. نصل الآن إلى قلب الملعب النابض، محرك الفريق الحقيقي وخط التوازن الذي تحسم فيه المباريات الكبرى، خط الوسط. هنا رأينا تناغما مذهلا بين بلال الخنوس وإسماعيل صيباري. أرقام التمريرات تعكس هذا الانسجام: 99 تمريرة للأول و102 للثاني، وكأنهما يفكران بعقل واحد ويتحركان كجسد واحد. تحكم في الإيقاع، تدوير ذكي للكرة، وربط مثالي بين الدفاع والهجوم. وخلفهما كان نايل العيناوي، نجل أسطورة التنس يونس العيناوي، الاختيار الذكي للمدرب، لاعب أدى دوره مسمار التوازن بكل هدوء،
الجندي المجهول الذي لا تظهر أرقامه كثيرا، لكنه يمنح الفريق الاستقرار ويحرر زملائه للإبداع دون خوف. هذه البنية المتماسكة من الدفاع إلى الوسط هي التي منحت الثقة والحرية لخط الهجوم. في المقدمة تنوعت أسلحة المغرب الهجومية. نبدأ بعبد الصمد الزلزولي، اللاعب الذي يصنع الفوضى في دفاعات الخصوم بمهاراته وسرعته وجرأته. أحد المحللين وصفه قائلا: زلزل الأرض تحت أقدام المدافعين، وهو وصف دقيق لما كان يقدمه في كل مباراة. داخل منطقة الجزاء كان أيوب الكعبي المتخصص في الضربات الرأسية، سيد الكرات الهوائية بلا منازع. توقيته المثالي وقفزته القوية جعلت من هذه اللمسة علامة مسجلة باسمه، حتى باتت تعرف بين الجماهير بالكعبيات. وعلى رأس المنظومة الهجومية كان إبراهيم دياز، النجم الأول للمنتخب. دخل البطولة بطموح واضح: التتويج باللقب، المنافسة على لقب الهداف، ونيل جائزة أفضل لاعب. طموح كبير يعكس عقلية لاعب ولد ليقود وليس فقط ليشارك. ورغم كل هذه الأسماء اللامعة، لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا المكون السري والأهم: روح فريق. هذا المنتخب لم يكن مجرد 11 لاعبا داخل الملعب، بل كان عائلة واحدة. روح ظهرت في التفاصيل الصغيرة قبل اللحظات الكبيرة، في التضحية، في الدعم المتبادل، وفي قصص مثل إقناع أشرف حكيمي شخصيا لإبراهيم دياز بالانضمام للمنتخب والدفاع عن القميص الوطني. هذا المزيج يريد بين التوهبة الفردية والروح الجماعية يطرح سؤالا كبيرا ومشروعا للمستقبل: هل نحن أمام جيل ذهبي لن يكتب التاريخ مرة واحدة فقط، بل سيحول هذه اللحظة إلى عصر ذهبي كامل لكرة القدم المغربية؟ كان معكم تحليل قناة أخبار الرياضة المغربية. نلتقي بكم في تغطيات وتحليلات قادمة، ودائما مع الحدث من قلب الميدان. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وترك آرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، لأن تفاعلكم هو الدافع الأكبر لنا للاستمرار وتقديم محتوى يليق بكم. إلى اللقاء والسلام عليكم.